فوز الاهلي المصري على العين الاماراتي بثلاثيه بدون مقابل. انا من رايي ان مفيش فرقه في الخليج، او بالذات يعني في السعوديه او في الامارات، لان دول اكتر دوريين بيصرفوا فلوس على اللعيبه وبيجيبوا لعيبه بمبالغ رهيبه. انا من رايي مفيش فرقه في الدوريين دول يقدر على الاهلي والزمالك، حتى لو الاهلي والزمالك في اضعف حالاتهم. يعني الزمالك في اضعف حالاته لما لعب النصر وهو معاه كريستيانو رونالدو وسيديو ماني، تعادل معاه 1-1. طبعا الاهلي السعودي والهلال، الاهلي اداهم على عينهم كتير. والله ده انا مش بتكلم كده عشان احط حساسيه بيني او بين المصريين وبين السعوديين، لا انا بتكلم دي حقيقه. يعني انا من رايي ان خط الدفاع بتاع الفرق السعوديه والفرق الاماراتيه ضايع خالص. مفيش نهائي، ما عندهمش حراس، الحراس بتوعهم قليلين. غير طبعا بونو حارس جامد قوي، يعني حارس المغربي الرائع ياسين بونو، حارس متألق، كان متألق قبل كده في الدوري الأسباني وعامل شغل كويس جدا حتى في الهلال دلوقتي. والأهلي يصعد إلى نصف النهائي كأس العالم للأندية. يلا ربنا يكملها له على خير، مع إني زملكاوي بس ربنا يكملها له على خير، يوصل لمستوى كويس في البطولة، لأن هو دلوقتي بيشرف مصر، بيشرف اسم مصر، بيلعب باسم مصر، فلازم كلنا نقف جنبه، إذا كان أهلاوية زملكاوية إسماعيلاوية مصراوية، بنشجع الاتحاد، أي حاجة لازم نقف جنب النادي الأهلي، لأن هو بيشتغل أو بيلعب باسم مصر. محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي قال كلمة وأنا أحييه عليه بصراحة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية. قال لك بدون جمهور ليس لنا قيمة. الصراحة دي حقيقة، يعني الأهلي والزمالك شيل منهم الجمهور ملهمش قيمة. الأهلي والزمالك اللي عاملهم الجمهور بتاعهم، الجمهور بتاع الأهلي والزمالك من أحسن الجماهير في الشرق الأوسط ومن أكبر الجماهير في الشرق الأوسط. طبعا فرحة هستيرية، ربنا يكملها للأهلاوية على خير ويفضلوا مستمرين في النجاح ده، بس مش قصاد الزمالك إن شاء الله. ثلاثي الزمالك والإفراج عن ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، الإفراج عنهم رسميا وعودتهم للقاهرة خلال ساعات المقبلة بأمر من الأمير المسؤول عن الإمارات أو الملك، بعد تدخل السلطات المصرية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة، بعد الحكم عليهم أو بعد ما اتحكم عليهم الصبح بان هم هيتحبسوا شهر في الامارات بسبب ما بدر منهم في مباراة الزمالك وبيراميدز. طبعا دخلت السلطات المصرية وافقت السلطات الاماراتية بالافراج عنهم، بمعنى ان هم قال لك احنا الاتنين شعب واحد، دولتين اشقاء، ما ينفعش يحصل بينا مشكلة. لذلك تم الافراج عن الثلاثة، عبد الواحد السيد، مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا. ان شاء الله بكره يكونوا وصلوا القاهره او بعده بالكتير. يا ريت ما نعملش مشاكل تاني، يعني يا ريت احترم نفسك، ويا ريت ما نلعبش اي بطوله محليه بره بلدنا، عشان احنا بنطلع بره بلدنا الصراحه حقيقه يعني بنتهان. ومش بتكلم على الزمالك بس، ده اي فرقه تانية. كان ممكن يحصل موقف ده مع الاهلي، كان ممكن يحصل موقف ده مع سيراميكا كليوباترا، كان ممكن يحصل موقف ده مع بيراميدز اللي المسؤول بتاعها اماراتي. خير، ونشوفكم في فيديوهات جايه كتير، ما تنساش تعمل لايك واشتراك. يلا سلام.